البارح كارلو انشيلوتي اعلن على القائمه تاع البرازيل اللي راح تلعب لي دو ماتش اميكو كونتر فرنسا ولا كرواسي. بصح القائمه هذه مع الاسف ما كانتش كما يحب اغلب عشاق الفوتبول. نيمار جونيور دا سيلفا ما كاش، بعد ما كانت اغلب المعطيات تقول باللي نيمار راح يرجع للسيليساو. كارلو انشيلوتي ما عيطلوش ما يقول الاحصائيات تاعو راهي ممتازه في لي ماتش الاخرين مع سانتوس وين رجع لشيء من مستواه، وبرر انشيلوتي هذا الاستبعاد باللي نيمار ما راهش جاهز بدنيا وامكانيه استدعائه للمونديال ما زالت قائمه اذا تحسن في هذا الجانب. هي مالغري انا فريمون راني حاب نشوف نيمار في لاكوب دي موند، واللي بالنسبه لي واحد من افضل من داعب بالكره واكثر لاعبين مهاره في التاريخ ان لم يكن افضلهم. بصح نيمار 90% ما راحش يكون في المونديال لانه هو ديجا عنده قريب 3 سنين ما لعبش مع البرازيل. كيفاش اخر تربص قبل المونديال ما يعيطلوش لو كان جا صحناوي يديه، باسكو هادو لي دو ماتش اميكو رايحين يخلوه يوقف على المستوى تاع نيمار. دوك لو كانت تشوف رغبه الجماهير البرازيليه تلقاها كامل حابه تشوف نيمار في المونديال، ما يقري على بالها بلي قادر في بريمير ماتش يتبليسا الا ما قلناش في لي زونطرينمون. مي انشيلوتي هنا في عدم استدعاء نيمار نحى العاطفه تماما وراه داير في راسو باللي جاب افضل اللاعبين الممكنين حاليا. هي تغيظك انه كيفاش جوار كيما نيمار اللي عمره غير 34 سنه واحد من افضل اللاعبين في التاريخ ودمر مسيرته بيده بكل صراحه ما يكونش في المونديال. بصح هذه هي الكره، اذا حاب تنجح بعد العاطفه.